بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج التسميد، جامعة عين شمس. النهاردة هنتكلم عن محصول من محاصيل العائلة الباذنجانية، وهو الشطة، اللي هو الشطة الحمراء أو الشطة الخضراء أو الفلفل الحريف أو الفلفل. طبعا ميعاد الزراعة بيكون في شهر 1 و2، اللي هو يناير وفبراير، عن طريق البذرة في المشاتل. طبعا نبات حساس للصقيع، نبات صيفي يزرع في المشتل للحماية من الصقيع والبرد. في المشتل طبعا مدة بقاء الشتلة من 40 ل50 يوم، وبعد كده يزرع في الأرض المستدامة بعد ما يكون طول الشتلة من 15 ل20 سنتي. زراعة الفدان تحتاج إلى 100 جرام بذرة، أو تزرع نص قراط. طبعا بيزرع فدان، بنحرس الأرض حرث جيد، ثم التسوية، ثم عمل أحواض، ثم الزراعة. طبعا بعد الخدمة اللي هي السوبر والسماد العضوي والملح والكبريت، وبعد كده نسوي الأرض ونحرث الأرض حرث جيد، ثم الزراعة. طبعا الفدان بيحتاج إلى حوالي من 5 ل7 صواني، كل صينية فيها 209 عين. طبعا الصواني ديت بتركيبها من البطمس والفرموكولايت والفوم زائد رمل، وأحيانا في ناس بتحط بعض الطمية الخفيفة معاها. سليم. طيب، تعطيش الشتلة قبل الزراعة ده واجب حتى تنمو في الأرض المستديمة بسرعة، وحتى تتكيف مع الأرض الجديدة اللي هي أرض الزراعة. طبعا في أرض الزراعة بنخطط الأرض عبارة عن 12 خط على القصبتين، بين الجورة والأخرى 30 سنتي. يجوز زراعته في جميع الأراضي الجيدة التهوية والري. ماشي. تزرع الشتلة في وجود الماء أو الأرض تكون مرطبة. بعد طبعا ما نعمل الخدمة اللي هي عبارة عن طبعا 150 كيلو سوبر زائد 50 كيلو كبريت زراعي زائد 50 كيلو ملح، نخلطهم مع بعض وننزلهم في الخدمة مع السماد العضوي، اللي هو حوالي 20 متر مكعب من السماد البلدي أو السماد المحلل. وبعد كده نبدأ نحرث الأرض 12 خط على القصبتين، ونبدأ نسويها كويس. سليم. طيب أحيانا بتزرع الشطة طبعا ديت غمر أو تنقيط. الغمر ده بيتم عن طريق إن احنا بندي الكيماوي دفعة أو دفعتين أو 3 دفعات. أما بالنسبة للري بالتنقيط، كل ري بندي فيها جزء من التسميد. يبدأ التسميد بنص جرام حتى ينتهي ل2 جرام لكل نبات. سليم. طبعا الخدمة طبعا لازم عزيق الأرض عزق جيد. الأرض تكون خالية من الحشائش أهم شيء، لأن لو عزقنا الأرض عزق جيد، الأرض خالية من الحشائش، هتوفر لنا نص الكيماوي. سليم. طيب، طبعا الجمع والحصاد. طبعا الشطة بتجمع خضراء أو حمراء في شهر اللي هو 7 و8 و9 و10 و11، اللي هو يوليو حتى نوفمبر. وتجفف إذا أخذناها حمراء، تجفف في مكان جيد التهوية بعيد عن الشمس، حتى لا يفقد فيتامين سي بتاع اللي فيه من الشمس. طبعا يتم التقليب كل يوم. طيب، لو خزناه في الشمس هيفقد من فيتامين سي حوالي 93%. تجمع الشطة والعمق بتاعها نص سنتي. أمراض الشط طبعا زي عفن الجذور والديدان الثعبانية بتعالج ببرمنجانات بوتاسيوم سيفونات المصايل كبريتات النحاس اكسكلور نحاس. الديدان الثعبانية بتعالج بكلوروبروفوس حقن في السمادة برضو، أو الدايمسويت أو الميثايل 90، أو مادة اللمبادة. المن والتريبس والأكاروس طبعا بنرش رشة للمن، رشة للأكاروسي، رشة للديدان. وبعد كده بنرش رشة مغذيات حديد زنك من جزء أحماض أمينية. دي برضو بتوفر علينا لوقاية النبات من الأمراض والعناصر. العلاج طبعا علاج، أو ممكن نعالج بالتعفير الكبريت والسوبر في الصباح الباكر في وجود الندى. لازم نتبع دورة زراعية وتنقية الحشائش جيدا. طبعا الأسمدة بتكون أفضل، زي الكبريت. الكبريت يعطي لون
زراعة أصناف مقاومة للأمراض، مقاومة للصقيع، كثيفة الإنتاج. طبعا الشطة من النباتات المحبة للكبريت، ونضيف رشة كالسيوم بورون. دي طبعا طرق الحصول على شطة حمراء أو شطة حرفة أو شطة تصدير بأعلى إنتاج بأقل تكلفة. والسلام عليكم ورحمة الله.